ولو ما شفتش الفيديو اللي فات من حكايه ايساجي فروحوا شوفوا الاول، واللي شفنا فيه نهايه الشوط الاول من المباراه بتقدم فريق بلوروك 2-1 وظهور اهل ايساجي وام باتشيرا وكمان ام واخت تشيري، وعرفنا كمان قصه ساي ورين وعن حلمهم مع بعض. ولكن بعد ما ساي سافر ورجع قرر انه يكون خط وسط مش مهاجم، وده زعل رين جدا. ومن ساعتها ورين قرر انه يكون افضل مهاجم وينتقم من اخوه. فيا ترى ما الذي سوف يحدث في هذه الحلقه، وده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. ولكن الاول ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتوصلوا الفيديو ده 10000 لايك وتصلوا على النبي على افضل الصلاه والسلام. ويلا بينا نبدا. وبنرجع لرين وساي وهم واقفين قدام بعض، ورين بيقول لاخوه بيقول له انه ما ينفعش يقرر انتهاء حلمهم لو خسر. فبيقول له ساي انه علشان كده كل اللي لازم يعمله هو انه يفوز في المواجهه دي وهو هيرجع لنفس الحلم تاني. وبينطلق ساي ناحيه الكره وبيقول له ان اللي هيسجل الاول يفوز. وبيكون رين مش عاوز يخوض المباراه دي، وبيشوف ساي سريع جدا اسرع من الاول وكمان مراوغاته بقت افضل بمستويات. ولكن رين بيقول ان برضه يقدر يوقفه. اول ما بيقرب منه بيلاقي ساي عمل مهاره اللاعب الشهير يوهان كروي، وبيعدي ساي من رين وهو بيساله كان بيعمل ايه في الاربع سنين اللي كان سايبه ومختلف فيهم عنه. وبيسجل ساي الهدف بكل سهوله، وبيقف رين يستوعب الفرق الكبير في المستوى اللي بقى بينهم. وساي بيقول له انهم كده انتهوا، ولكن رين بينده عليه وبيقول له انه بعد ما مشي هو بذل كل جهده علشان يكون الافضل في اليابان. تم اكتشاف موهبته زي ما هو عمل، وانه حاول يكون شخص يحل محله وقاتل علشان الفريق وبقى الافضل في اليابان زي ما وعده. ولكن دلوقتي هو جاي وبيقول له انهم انتهوا، وبيقعد رين يقول له لو ما كانوش هيسعوا الحلم واحد سواء يبقى هو ما عندوش سبب يخليه يلعب. ولكنه بيتفاجئ بساي بيقول له عنك ما لعبت، طالما كده بطل كرة يا حبيبي، انت عيل مخيب للامال. وبيساله اذا كان فاكره هيواسيه، وبيقول له ان البلد دي معتاده جدا على السلام واي شخص موهوب بيدفن هنا. وبيقول له كمان انه بيسير اشمئزازه، وبيقول انه بيحل محله وانه الافضل في اليابان ده مستحيل. مش بيشوفه غير انه اخ صغير مزعج. وبيقول له ساي كمان ان وجوده في حياته ما بقاش ليه فايده. وبعدها رين كان بيتابع اخبار ساي وبيقول له انه كان بس عايز يكون جنب ساي وانه زي من كره القدم، وبيفكر في ان ساي كان بيستخدمه كشريك في التدريب او بالاصح سلم عبور علشان يكون الافضل في العالم. وبيفضل رين يخبط في الاوضه لانه حاسس ان اخوه كان بيستغله، وبيتمنى كمان انه ما كانش يلعب كره القدم من الاول. رجع للوقت الحاضر وبيكون الشوط الثاني على وشك البدء، وبيجي ايساجي لرين وبيبلغه ان الشوط هيبدا، ورين بيجهز على طول للمباراه. بنلاقي بعد كده الشوط الثاني خلاص هيبدا، وايساجي ورين طالعين سوا ومستعدين، وبيتفاجئوا بشيدو مستنيهم في الملعب بعد ما تم تبديلهم. وبيشوفهم شيدو وبيروح لهم وبيقول لرين انه باين عليه التوحش، وبيندهوا بذر رموش البارزه وبيقول له ده هو اقصى شيء هيوصل له. وبيقفوا قصاد بعض وقف التحدي، وشيدو بيقول انهم هيوضحوا مين فيهم الرقم واحد وبشكل قاطع. ولما بيحاول ايساجي انه يلم الدنيا بيلاقي رين بيقول لشيدو انه كان مستني حد فعلا يخلي مباراته اكثر اثاره، وانه صادف انه دلوقتي عنده رغبه عارمه في انه يلعب دور المفترس ويفترسه. وشيدو بيقول له ان هو كمان حاسس بكده وهيفترسه. وبنشوف المعلقين بيتكلموا عن اللاعب شيدو والتبديل اللي عمله، ومحدش فيهم عارف مين هو شيدو، وبالنسبه لهم لاعب غامض. ولكنهم برضه بيكونوا متشوقين وعايزين يشوفوا اسلوب لعبه في ارضيه الملعب. والشوط الثاني بيكون على وشك البدايه، وايساجي بيقول انه مش هيسيب المباراه دي الا هو جايب هدف. وبيبدا الشوط الثاني وبنلاقي نيكو واقف في الدفاع، وبيقول ان سلاح شيدو هو قدرته الهائله على التهديف في منطقه الجزاء، وعلشان كده ما ينفعش يسيبه ابدا. واللحظه الحاسمه هتكون لما شيدو ياخد الكره في منطقه الجزاء، ولما تيجي اللحظه دي هو هينقض زي الوحش عند خط الدفاع الاخير. وبنلاقي شيدو في قمه الحماس وهو معاه الكوره وعمال يعدي من الاول والتاني ومش شايف حد قدامه كانه محروم من الكوره. وبيشوفوا باتشيرا وبيستغرب ويقولوا انه في حاله وحشيه. الواد هيجان يا جدعان. نعم يا ساده انه شادو. ونيكو بيبص عليه وبيحتره وبيسال نفسه ليه تحركاته عشوائيه قوي كده، ليه مش قادر اقرا حركاته. وكمان شيدو بيتجاهل تشكيله خصمه وفريقه، وبيتوتر نيكو وبيقول ان التحركات دي ممكن تربك تشكيله فريقه وتشكيله الخصم كمان. وبيقول كمان ان ده كده تدريباتهم ملهاش اي لازمه. بالنسبه لشيدو هو مش بيعتبرها مواجهه 11 ضد 11، هو بيعتبرها مواجهه شخص ضد 22 لاعب انه يخطط لتدمير الجميع. وبيتفاجئ نيكو من التمريره بين ساي وشيدو، بيسال نيكو نفسه اذا كان فعلا شيدو تناغم مع ساي، وبيستغرب كمان عن التمريره اللي من مساحه ضيقه زي دي لانه ما يقدرش يشوفها حتى. وبنشوف تشيري بيحاول يلحق شيدو بسرعته، ولكن شيدو بيبص عليه وبيقول له انه شيء راعي انه يكون سريع. وفجاه بيعدي شوطه من ورا شيدو وبيطلب منه الكره، وبالفعل شيدو بيمرر له الكره وبيمرره تمريرات سريعه وبيضايقه بالكلام برضه. ولكن شوطه بيقول له يخرس وانه بيعمل اللي ساي طلبه بس. وبيلاحظ تشيري ان شوطه اتغير عن الشوط الاول وبقى زي دعم لشيدو، بل كمان بقى طعم، وبيشبههم بايساجي ورين. وبيفضل شوطه وشيدو يمرروا لبعض تمريرات سريعه، وشوطه بيقول
بيقولوا انه هيعمل اللي اتطلب منه علشان يفوز. وبيمرر شوتو تمريره جانبيه، ولكن ايساجي بيلاحظ ان التمريره دي مش لشيدو لانه فجاه بتوصل عند ساي في منطقه الجزاء. وبيقف نيكو وجين مستعدين، وايساجي اول ما بيشوف ساي هيسدد بيستغرب لانه هيسدد من خلال استعانته بالاستجابه السريعه، ولكن فجاه بيلاقي ساي بيمرر تمريره عاليه بمشط رجله وبيضحك عليهم وبيوصلها عند شيدو اللي ظهر في منطقه الجزاء. وبيقولوا انه وقع في حب تمريرات ساي. وايساجي بيكون واقف مستغرب بيسال اذا كان ده وقت ايقاظ منتخب اليابان وفي وقت تسديد شيجو. بنلاقي نيكو بيتدخل علشان يمنعه، وبالفعل بيقدر نيكو انه يقطع الكره بتدخله، بس فجاه الحكم بيصفر وبنشوف المعلقين بيمدحوا في تناغم ساي وشيدو. وبعدين نيكو هو قايم بيدوس على شيدو فبيزعق في شيدو وبيقول عليه اعمى، ونيكو بيقول له انه اسف وانه اخطا وداس عليه لانه افتكره حشره. وبيتعصب شيدو وبيقوم عليه علشان يتخانق مع نيكو وبيقول له انه هيقتله، ولكن ساي بيندى عليه وبيقول له يسيبه وبيساله اذا كان عايز يضحي بحلمه وياخد بطاقه حمراء، وبيقول له انه يقدر يثبت جدارته بالتسجيل وبيطلب منه ما يحبطوش اكتر من كده. فبيبص له شيدو وبيضطر يسكت. وبنشوف بعد كده ايساجي وجين بيحيوا نيكو لانه قدر يواكب شيدو بالرغم من انه اخذ انذار، ولكنه قدر يوقفه. فبيقول له نيكو انه ما يقدرش يوقفه من غير المخالفه، وعلى الرغم من انه قدر يشوف مسار الكوره بشكل واضح الا انه في نفس الوقت راقب منين هتبدا وفين هتنتهي. وبيقصد بده ان من خلال تحرك ساي علشان يشوط وتحرك شيدو بدون الكره خلاه يقدر يتوقع النقطه الاكثر خطوره بدقه شديده. فبيستغرب ايساجي وبيقول له ان ده شيء مدهش، ولكن نيكو بيقول له لا، وان شوطه بوظ الدنيا لانه فضل يتابع تحركات شيدو وفوق كل ده بيجري ناحيه نقطه الضعف في دفاعهم، وما قدرش ما يدلوش اهتمام، وده خلاه يتردد في اللحظات الاخيره وخلاه كمان ياخد بطاقه صفراء. وبيقول له كمان انه علشان كده غير الثنائي بتاع ساي وشيدو بقى شوطه في مرقع عينه مشتت ومزعج جدا. وبنلاقي ايساجي واقف مصدوم يساله اذا كان فعلا قدر يشوف كل ده، وفجاه بيلاقي نيكو بيتقلب وبيمسك رجله فبيساله اذا كان بغير، فبيقول له نيكو انه تمام وما ياخدش في باله وهيقدر يكمل المباراه لانه عايز يكمل، وحتى لو كان محبط لانه ما تمش اختياره كمهاجم في التشكيله، لانه بعد استخدامه في الهجمه دي ادرك ان في شيء ممتع جدا في اللاعب كمدافع وهو صعق المهاجمين. شكل سخنت شويه يا شباب. وبيقول لهم كمان ان السبب في انهم هيفوزوا مهما حصل، وبيقولوا انه هيفضل ايساجي مش خايف من التغيير من دلوقتي. وبنشوف بعد كده ساي وشيدو واقفين قدام الكره وبيستعدوا للضربه الحره. شيدو بيقول لساي انه هيشوطها هو بما ان المسار اللي ساي عايز يشوط فيه رين واقف له وقفله، وساي بيقول له ان حائط اللاعبين قريب منهم، ده غير انهم كتير وبكده حتى هو ما عندوش مكان يسدد فيه. فبيقولوا شيدو انه ما يستحقش التسديده دي وعلشان كده هيسدد. فبيقولوا ساي اذا كان الخيار الانسب، فبيستغرب شيدو انت بتقول ايه انت يا عم انت. ساي بيقول له انه بس بيساله اذا كانت رؤيته محدوده بالخيارات اللي شايفها قدامه وفي هجمات بتتعمل بمثاليه، وبيطلب منه يستهدف النقطه الاقرب واللي بتجمع بين الاثنين وما يفكرش في حدود عقله، ولازم في اللحظه دي يتخيل افضل هدف ممكن يعمله. فبيقول له شيدو انه بدا يقول حاجات مثيره ولكن عنده حركه جديده وخارقه كفي باله دلوقتي، وانها حركه ملهاش مثيل وفائقه السرعه. وبيساله اذا كان يقدر يجريه، فبيساله ساي هو فاكر نفسه بيتكلم مع منه، بيقول له جه الوقت علشان يقع تحت تاثيره السحري. فبيتريق شيدو على كلامه وبيبدا يتحرك ناحيه الكره وبيستعد جين. وايساجي بيقول ان كده شيدو هو اللي هيسدد، ولكنه بيتفاجئ لما بيلاقي شيدو عدى من فوق الكره وبيعرفه ان ده تمويه ان ساي هو اللي هيسدد، ولكن مفاجاه شيجري بيتحرك وبيقول له لا وان دي اكيد تمريره. وبنشوف جنون في المدرجات والمعلقين بيتحمسوا جدا، وايكو بيقول انهم ثنائي خطير ومن كوكب اخر. شيدو بيعادل النتيجه بهدف اخر. بنلاقي شيدو مبسوط ومتمزج على الاخر، وساي بيقول له ما يفرطش في حماسه لانهم اتعدوا بس، واللاعبين بيقولوا لكم بيكونوا واقفين مصدومين ومش متوقعين ايه اللي حصل. وايساجي بيقول ان تكتيك الضربه الحره دي كان متوحش، وان من المحتمل ان شيدو حدد المكان اللي كان عايز يسدد منه من الاول وعلشان كده اتحرك على طول، وان دفع تشيجري وراه لانه توقع التمريره. ولكن ساي حس بكده ومرر الكره في النقطه اللي مش هيقدر يوصل لها تشيجري بكده، وكانت التمريره دقيقه جدا في جزء من الثانيه وفي اقل من ثانيه. وبيقول هو ده اللي انا محتاجه اللاعب في اقل من ثانيه. وبيقول ان كده تسديد الشيدو بينطبق عليها نفس الموضوع. واثناء جريه باقصى سرعه كانت استجابته للتمريره السريعه دي هي القفز والتسديد الكره في الهواء، وعلشان كده دايما بيتميز تسديدات شادو الهوائيه بقوتها، بس ما كانش هيقدر يعملها لو عقله وجسده ما كانوش متحدين. وبيقول كمان ان السبب الرئيسي في التسديد معروف وهو الاستجابه اللحظيه، وبيقول كده تسديد الشيدو دي بينطبق على نفس الموضوع، وهو جري باقصى سرعه عشان يستجيب للتمريره وما كانش هيقدر يعمل كده الا الاستجابه العقليه الجسديه المرعبه. وبيقول كمان ان السبب الرئيسي في نجاح الهدف كان اتحاد قدرات ساي وشيدو. وبيكون ايساجي مصدوم، هو بيقول ان بلو لوك كان عاجز على التعامل مع شيدو، ولكن ساي قدر انه يفهم رؤيه شيدو واستجاب ليه بتمريراته الناقله. وبيقول كمان ان الاثنين دول بداوا يتناغموا دلوقتي. ساي قدر انه يفهم رؤيه شيدو واستجاب ليه بتمريراته، ولو ما قدرش يوقفوهم الترابيزه تتقلب عليهم بدري، ومنتخب اليابان تحت سن ال20 هياخدوا فرصه السيطره على المباراه. وايساجي بعدين بيشوف تشيغري في الارض وبيتالم، فبيساله اذا كان يقدر يكمل، فبيقول له انه تمام وانه في تشنج بس. وبنلاقي نيكو كمان لسه بيشكي من رجله. ايجو بيشوف وبيقول واحد
من قلب الدفاع عنده انذار. وكمان التاني مصاب، وبيقرر ايجو انه يعمل شويه تبديلات، وبينده ايجو على اندري علشان يعملوا التبديلات. وبنلاقي ايزاجي بيحاول يساعد تشيجري بسبب التشنجات، وبيقول لتشيجري ان هو بيجني نتاج افعاله في الوقت اللي ضيعه، وان الفتره اللي تخلى فيها عن لعب كره القدم ساء حظه بعد ما رجع شغفه ليها. وبيتاسف لايزاجي والباقيين لانه استنزف كل طاقته بدري وما قعدش غير 10 دقائق من الشوط الثاني. وفجاه بنلاقي ايجو عمل تبديل تشيجري ونيكو، وبينزل مكانهم اريو وهيوري. هيوري بيحيي تشيجري وبيدخل مكانه، ولكن ايجو بيلاحظ ملامح تشيجري فبيساله اذا كان عنده مشكله، ولكن تشيجري بيكون كانه هيبكي وبيزعق وبيقول لايجو انه ما عندوش اي مشكله. فبيقول له ايجو لو كان هيبكي فكان المفروض يتدرب اكتر، يدرب جسده الزباله ده علشان يصمد في ارضيه الملعب، وان الندم اللي هو حاسس بيه دلوقتي يستحقه بسبب مستواه. وبنشوف ايتا بيرجع ظهير مكان تشيجري، وهيوري هو اللي هيكون الجناح. وريو بيقول لناجي انه لازم يسجل، وانه عارف انه افضل من كده، وانهم لو ما فازوش فهينتهي كل شيء. المفروض ان لسه بدري قوي على انه يوقفوا لعب كره القدم. وايساجي بيقول انه لسه متعادلين، وان الهدف الجاي هو اللي هيحدد كفه المنتصر واللي هيكون نقطه التحول في هذه المباراه. وبيتحرك ايساجي بالكره وهو بيقول انهم هيغيروا تكتيكاتهم دلوقتي بعد انضمام هيوري لهجومهم، وهيعملوا تكتيك تاني يتدربوا عليه وبتشكيله هجوميه جديده، لان لحد اللحظه دي كانوا كلهم بيتحركوا بشكل منفصل مع رين في مركز الهجوم، وهاجموا بفعاليه بدون توقف واظهروا قوتهم الفرديه. ولكن الوضع هيختلف تماما مع هيوري، لان اسلوب لعبه هو تأني سواء في مجال رؤيته للملعب او لمسته للكره، علشان كده يقدر يبقى لاعب وسط مركزي والمهاجمين وكل ده، بس لانه متأني. وبالله هيوري مع الكره وبيركز وبيضغط عليه وبيقول انه مش هيسيبه يعدي، فبيقول له هيوري انه مش ناوي يعدي اصلا لانه مش زي السريع تشيجري ولا ايتا النينجا، وانه بيقاتل باسلوب مختلف عنهم. وايساجي بيقول ان محدش يتوقع ان هيوري يفوز في مواجهه 1 ضد 1، ولكنهم بيتوقعوا منه تمريرات مثاليه بتخليهم قدام المرمى مباشره. وبنشوف هيوري بالفعل بيمرر بمشط رجله تمريره سريعه لتابيتو في مساحه ضيقه، وبيحيي تابيتو على التمرير الرائع وبيطلب منه يوري كل اللي عنده. وبعدين بيعدي هيوري وتابيتو بيمرروا من تاني، وايساجي بيقول ان هيوري هيمرر الكره وفقا لاستجابته اللحظيه باستخدام مهارات رجله الشمال المتأنقه. وبالفعل هيوري بيمرر تمريره اشبه بتمريرات سائيه وبتتوجه عند رين، ولكنها فجاه بتتجه ورا رين وبتخدع المدافعين، وبتوصل لناجي اللي بيحيي هيوري على التمريره. وكازوما بيضغط بسرعه على ناجي، وبيتضايق ناجي لان كازوما ضغط عليه حتى بعد ما استخدم رين قطع مبيغم. وبيفكر ناجي يدور على مساحه ولا لا، ولكنه فجاه بيلاقي ايكو بيعترض طريقه بيشتت الكره، وبيستغرب ايساجي من تخطيط ايكو المستمر. ناجي بيحاول يباصي لايساجي ولكن ايكو بيقطع الطريق. ايساجي مصدوم من قدرته على تخطيط الاماكن دي، حتى بعد ما غيروا التكتيكات ايجو بيقول له انه هنا علشان يفرقوا وعشان يقرفوا في عيشته، مش هيخليه يتحرك ابدا. وبيقول ايساجي لنفسه انه طالما في منطقه الوحش ايكو فقدراته كلها ملهاش اي لازمه. وبعدين الكره بتوصل لهارو بيزعق ايساجي وبيحذر فريقه من المرتده، وهارو بيمر لساي وبيكون ايساجي مش عايز الكره توصل لشيدو. فبنلاقي اريو واقف في الدفاع وبيطلب من اريو يستعد هو كمان، وبنعرف ان ايجو طلب من اريو ان مهمته الوحيده في الملعب تكون ايقاف شيدو. وريو بيقول له ان فهم ده غير انه كان بيتفرج كويس على المدافعين من اول المباراه، وده هيساعده جدا. وبيركز ريو مش بينزل عينه من على شيدو ولا ساي، ولكنه بيلاقي ساي لسه بيراوغ وما خدش قراره. اول ما بيمر لشيدو كره عاليه بنلاقي ريو بينقض على الكره زي الافعى، وبنفس الطريقه بتاعت ايكو بالظبط اللي عملها في اول المباراه. بنعرف انه نسخ اسلوب ايكو لانه كان بيتفرج عليه من اول المباراه، وبيتصدم ايكو جدا. وريو بيقول ان دوره هو في المباراه دي هو انه يلعب دور الحرباء الدفاعيه ويوقف شيدو مهما حصل، ويناغي بيه حي ريو على اعتراضه للكره. نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده، فلو عجبك ما تنساش تشترك القناه وفعل زر الجرس وتوصلوا الفيديو ده طبعا 10000 لايك عشان تعرفوا ايه اللي هيحصل في باقي القصه. ويلا بقى اشوفكم في الفيديو الجاي، انا معكم عبدو، سلام.